بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 4 يونت 4 كونسبت 4.1. طبعا يا شباب كونسبت 4.1 كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن effects of gravity، يعني تأثيرات الجاذبية، صح كده؟ النهارده وصلنا للحلقة الرابعة في كونسبت 4.1، وهنبتدي نشرح مع بعض النهارده ليسون 4. كالعادة في بداية كل حلقة بحب افكركم ان يكون معاكم كل التولز او كل الادوات اللي انتم محتاجينها، الورقة والقلم والكتاب بتاعنا او المذكرة اللي بنذاكر منها، علشان نذاكر مع بعض اول باول. يبقى الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الحلقة هو نفس الوقت اللي احنا بنذاكر فيه، علشان نكسب اكبر قدر من المعلومات واحنا قاعدين مع بعض في حلقة النهاردة. دلوقتي هطلع فاصل صغير جدا، تكونوا جبتوا الادوات ونرجع نكمل حلقة النهاردة مع ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نشرح مع بعض ليسون 4 في كونسبت 4.1. هنبدأ النهاردة ان شاء الله باكتيفيتي نمبر 9 او بالنشاط رقم 9. بيتكلم عن ايه؟ قال لي pull and gravity around us، يعني الشد والجاذبية اللي موجودين حوالينا في البيئة اللي احنا عايشين فيها. يقول لي look at the opposite picture، بص على الصورة دي، then put right or wrong، وبعد كده حط علامة صح او غلط. بنعمل بس ريفرشمنت للمعلومات او بنراجع مع بعض الاجزاء اللي احنا ذاكرناها وشرحناها. بيقول لي when a car slows down its motion this is due to gravity، لما العربية تبطأ حركتها ده بيكون بسبب الجاذبية. رايت ولا رونج؟ ايه رأيكم؟ لما العربية تبطأ الحركة بتاعتها تبقى أبطأ أو بطيئة شوية، ده بيكون بسبب الجاذبية؟ برافو عليكم، لا، يبقى رونج، الكلام ده غلط. ممكن يكون ده فرامل، ممكن يكون في فريكشن او في احتكاك ما بين الكاوتش بتاع العربية وما بين الطريق، فده تسبب في ان العربية بقت حركتها بطيئة، صح كده؟ انما الجاذبية لا، مش هي اللي بطأت حركة العربية. طيب تاني سؤال، gravity is a pushing force only while magnetism is a pushing and pulling force. الجاذبية هي قوة دفع فقط، اما القوة المغناطيسية هي قوة دفع وقوة شد. الكلام ده رايت ولا رونج؟ برافو عليكم. مين كان فاكر المعلومة دي؟ برافو عليكم، لا رونج. الجرافيتي بولينج فورس، دي قوة شد فقط مش قوة دفع. اما المagnetism فعلا تنفع بوشنج فورس وتنفع بولينج فورس، تمام؟ بس الجرافيتي عمرها ما كانت بوشنج فورس، عمرها ما كانت قوة دفع، هي قوة شد بس، صح كده؟ يبقى الكلام ده برضو رونج. تمام كده؟ تعالوا نكمل مع بعض. هنفكر بعض كده بشوية معلومات عن الجرافيتي واحنا بنتكلم وبنشرح حلقة النهاردة. بيقول لي gravity is a force of objects with more mass that pulls objects with less mass towards them. الجاذبية هي قوة موجودة في الأجسام اللي كتلتها أكتر وبتشد الأجسام اللي كتلتها أقل ناحيتها. يعني الجسم الكبير هيكون عنده جرافيتي أكتر، فهيشد الجسم الصغير ناحيته. قلت له الكلام دوت أو المعلومة ديت احنا عارفينها من الليسونز اللي فاتت. You cannot see gravity but you know it is there because you can see its effects. يعني ايه؟ يعني انت ما بتشوفش الجاذبية ولكن تقدر تعرف انها موجودة. ازاي؟ لانك بتشوف التأثير بتاعها موجود حواليك. هي كقوة مش بتتشاف بس احنا بنشوف التأثير بتاعها. تمام كده؟ تعالوا نكمل سوا. قال لي طب انا عايز examples، عايز امثلة على حكاية الجرافيتي دي. قال لي اول مثال معانا the sun pulls all planets toward it، ان الشمس بتشد كل الكواكب ناحيتها او في اتجاهها. قلت له فعلا ده بيحصل. gravity keeps our planet in an orbit around the sun، كمان الجاذبية بتحافظ على الكوكب بتاعنا انه يفضل موجود في المدار بتاعه حوالين الشمس.
Gravity keeps our atmosphere around the earth. الجاذبية بتحافظ على غلافنا الجوي إنه يفضل موجود حوالين كوكب الأرض، اللي هي طبقة الهواء اللي بتحيط بالكرة الأرضية. مين اللي مخليها ماسكة مع الأرض أو مرتبطة بالأرض؟ الجرافيتي. كمان on earth على كوكب الأرض gravity pulls everything. الجاذبية بتشد وبتجذب كل شيء. إزاي؟ قال such as humans, rocks, water bodies, animals, chairs, etc. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجاذبية بتشد كل شيء أو بتسحب كل شيء ناحية الأرض، زي البشر والصخور والمناطق اللي فيها مية، وكمان الحيوانات والكراسي وأي شيء آخر. And hold them to the ground towards the center of the earth. وكمان بتثبتهم على الأرض في اتجاه أو في ناحية مركز الأرض. قلت له طيب عايز examples تانية. قال لي كمان sky divers and their parachutes are pulled downward towards the earth's surface. يعني هواة القفز بالمظلات والباراشوتات بتاعتهم بتتشد لأسفل في اتجاه سطح الكرة الأرضية. كل الاكزامبلز ديت او كل الامثله ديت دليل على وجود البولينج فورس والجرافيتي، اللي هو قوه الشد والجاذبيه. صح كده يا شباب؟ طيب تعالوا كده ناخد جيف ريزون كده، سؤال جيف ريزون في الحته دي. بيقول لي give a reason for، اذكر السبب. objects like poles drop to the ground after being thrown up into the air. يعني لو احنا عندنا جسم وليكن كور مثلا، تمام، دي بتقع على الارض بعد ما تتحدف لفوق في الهواء. ليه بتقع على الارض؟ قال لي due to earth's gravity that pulls them downward toward the ground. يعني بسبب الجاذبية الأرضية اللي بتشدهم لأسفل ناحية الأرض. تعالوا نكمل مع بعض الاكتيفيتي نمبر 9. في الاكتيفيتي نمبر 9 كمان يا شباب هنتكلم عن 3 حاجات مهمين: ماجنتيزم القوة المغناطيسية، فريكشن اللي هي قوة الاحتكاك، الريزيستنس اللي هي مقاومة الهواء. نبدأ الأول بالماجنتيزم، يعني اللي هي القوة المغناطيسية. احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، تمام، بس لازم هنكمل برضو كلام على الجزئية ديت ونفرق ما بينها وما بين الأنواع المختلفة من الفورسز أو من القوة. Magnetism is a force that attracts metal objects made of iron, nickel or cobalt by pulling on them. يعني إيه؟ يعني المغناطيسية أو القوة المغناطيسية هي قوة بتجذب المعادن أو الأجسام المعدنية المصنوعة من الحديد والنيكل والكوبالت، تمام، عن طريق جذبهم أو شدهم ناحية الماجنت أو ناحية المغناطيس. قال لي طب اديني اكزامبل، اديني مثال. قلت له some iron nails can be attracted to a magnet due to its pulling force on them. بعض المسامير الحديد ممكن أن تنجذب ناحية المغناطيس بسبب قوة الشد اللي المغناطيس بيأثر عليهم بيها. تمام كده؟ قلت له طيب محتاج كمان أعرف شوية معلومات عن الفريكشن فورس أو عن قوة الاحتكاك، عن الاحتكاك بصفة عامة. قال لي friction is a force generated between two touching surfaces. يعني الاحتكاك هي قوة بتتولد أو بتنشأ ما بين سطحين ملامسين لبعض. أي جسمين بيلمسوا بعض بيتولد ما بينهم قوة اسمها friction force أو قوة الاحتكاك. بيقول لي كمان friction slows the movement of objects. يعني الاحتكاك يبطئ حركة الأجسام. الاحتكاك هو اللي بيخلي الجسم بعد ما كان ماشي سريع الحركة بتاعته تبقى بطيئة أو بيبطئ حركة الجسم. طب يعني إيه friction؟ يعني احتكاك. قال لي it is a force that opposes the motion of a body across a solid surface or through gas or liquid. يعني هي قوة بتعاكس الحركة، يعني قوة بتكون عكس اتجاه الحركة بتاعة الجسم، سواء من خلال سطح صلب أو غاز أو سائل. إزاي يا مستر؟ قال لي في احتكاك ما بين كاوتش العجلة والطريق، ده كده سوليد. ما بين جسم الطيارة والهواء، جاز. ما بين السفينة والمية،
liquid، صح كده؟ يبقى الفريكشن بيحصل في اي سيرفيس او في اي سطح من الاسطح الثلاثه، بس بشرط يكون التو اوبجكت تاتش اتش اذر، يكونوا لامسين بعض. قال لي طب اديني اكزامبلز او اديني امثله. قال لي bicycle brake pulls back the movement of the tires by friction when the bicycle brake rub against the tires. يعني فرامل العجله بتسحب حركه العجله للخلف، يعني العجله ماشيه فورورد او للامام، لما بنضغط على الفرامل والفرامل بتمسك التايرز او بتمسك الكاوتش بتاع العجله، بيبقى في قوه الاحتكاك دي بتاثر في اتجاه عكس اتجاه الحركه. يعني انت ماشي لقدام وكأن في قوه تانية بتزقك لورا اللي هي الفريكشن فورس. ده امتى؟ لما بيحصل راب او احتكاك ما بين البايسكل بريك اللي هو فرامل العجله وما بين البايسكل تايرز اللي هو الاطارات او الكاوتشات بتاعه العجله. تمام كده؟ عرفنا يعني ايه فريكشن؟ تعالوا نكمل مع بعض. عايزين نعرف يعني ايه ريزيستنس او يعني ايه اير ريزيستنس اللي هي مقاومة الهواء. بيقول لي air resistance is considered as a type of friction force. مقاومة الهواء بتعتبر نوع من انواع قوة الاحتكاك. احنا قلنا عليها من شوية، لما الطيارة جسم الطيارة يحتك بالهواء في احتكاك ولا مفيش؟ فيه احتكاك الهواء بأي جسم بقى بنسميه air resistance، مقاومة الهواء. طب يعني ايه air resistance؟ قال لي it is a force that opposes the movement of an object as it passes through air. يعني هي قوة بتكون عكس اتجاه الحركة أو عكس حركة الجسم لما يكون الجسم ده بيمر عبر الهواء أو بيتحرك من خلال الهواء. عرفنا يعني ايه air resistance؟ جميل جدا. تعالوا نشوف examples أو أمثلة على ال air resistance. قال لي sky diver releases parachute to slow his drop. يعني الناس هواة القفز بالمظلات اللي هم بينطوا من الطيارات دول ويفتحوا الباراشوت، لما بيفتحوا الباراشوت بيفتحوه عشان يبطئوا حركة النزول بتاعتهم. ليه؟ لأن انت وانت نازل لتحت وفتح الباراشوت انت نازل لتحت بس الهواء بيزقك لفوق. الهواء بيعمل احتكاك مع الباراشوت بس بيكون في اتجاه عكس اتجاه الحركة بتاعك. انت نازل لتحت يبقى احتكاك الهواء لفوق، صح كده؟ فيخليك تنزل بطيء واحدة واحدة لحد ما توصل للأرض، صح كده؟ قال لي طب اشرح لي الجزئية دي. قال لي sky diver releases parachute to slow his drop. يعني هواة القفز بالمظلات بيطلقوا الباراشوتات بتاعتهم، يعني بيفتحوها عشان يبطئوا سرعة النزول بتاعتهم أو سقوطهم من أعلى إلى أسفل. إزاي بقى؟ قال لي when sky diver أو when the sky diver opens his parachute it gets filled with air due to the upward flow of wind forming air resistance to the parachute. يعني لما بيفتحوا الباراشوت بيبتدي يحصلوا على هواء، الهواء ده بيملى الباراشوت بسبب سريان الهواء او سريان الرياح من اعلى الى اسفل اللي اتكون بسبب الاير ريزيستنس. قال لي كمان the air resistance pulls the skydiver backward and slows his fall to the earth's surface. يعني كمان مقاومة الهواء ديت بتسحب الناس اللي بيقفزوا بالمظلات ديت باكورد، يعني في اتجاه عكس اللي هم ماشيين فيه، يعني هم نازلين لتحت فالهواء بيسحبهم لفوق. تمام؟ قال لي ودوت بيبطئ من سقوط الناس ديت او بيبطئ الحركه بتاعتهم وهم بيسقطوا على الارض، فينزلوا بقى ايه بامان كده، يهبطوا بامان. تمام كده يا شباب؟ تعالوا بقى نروح نسالكم كام سؤال كده تشيك يور اندرستاندينج او اسئله اختبار فهم علشان نتاكد ان المعلومات وصلت لكم بشكل سليم. طبعا مستر احمد ندى مش بيحل الاسئله دي، بيشرحها لنا وبعدين احنا بنكتب الاجابات فين؟ في الكومنتس، في التعليقات اللي اسفل الفيديو. بيقول لي نمبر 1 when an object falls or slows down there must be a نقط that acts on the object. يعني ايه؟ يعني والجسم بيسقط او بيبطأ من الحركة بتاعته لازم يكون موجود ايه بيأثر على الجسم. ايه اللي هيأثر على الجسم يخليه يسقط او يبطئ الحركة بتاعته؟ نمبر 2 the force that slows the movement of objects across solids liquids or gases is.
القوة اللي بتبطئ حركة الجسم سواء كان ماشي من خلال مواد صلبة أو مواد سائلة أو مواد غازية، ده بنسميه إيه؟ انتوا اللي هتقولوا. نمبر 3 the force that opposites the movement of objects as they pass through air. يعني القوة اللي بتواجه أو بتعاكس حركة الجسم لما يكون ماشي في الهواء، دي بنسميها إيه؟ يلا وقفوا الفيديو يا شباب بسرعة واكتبوا لنا الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق ويا رب أكون ساعدتكم النهاردة وقدرت أوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.